ما تيجي نتكلم عن اكتر حاجه مستفزه في الموسم ده، وهي اكيد بلا شك الظابط. يا عمي يا يابا بقالك 5 سنين بتدور على ام الراجل اللي هو اخوك، اللي هو في الاخر ضرب عليك رصاص السنه اللي فات، فانت خدت بالك وعرفت بقى خلاص بقى ان هو اخوك، فبتقعد بقى ايه بقالك شويه حلوين بتدور عليه، وعملت خطه وعملت مؤامرات مع اللي هو سين جيونج، معرفش اسمه ده البطل يعني اللي هو 456، وخلاص بقى يعني المفروض بقى عارف انت بتعمل ايه. ولكن بقاله اكتر من 7 سنين مش عارف بيدور على حته جزيره، وجايب درون وجايب معاه الناس ومش عارف تلاقيها. يا عم ده جوجو في دراجون بول زد كان بيوصل يا عم قبل منك. تاني يقول له خلي بالك الراجل الفلاني ده انا شاكك فيه، وانت المفروض اللي هو انت الظابط، انت يابا الظابط، انت اكتر حد المفروض تبقى بتشك في الناس. لا 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 ده انقذ حياتي، مستحيل يكون هو اللي بيخوني. ما شاء الله انا حاسس ان المسلسل ده لو قاصد يطلع رجال الشرطه الكوريين ان هم هبل مش هيعمل كده. طيب خلاص عرفت بقى الخاين وقدرت ان انت توصل للجزيره، وخلاص وصلت للالعاب رغم ان كل اللي كانوا بيلعبوا ماتوا، وقدرت ان انت توصل وتشوف القائد اللي هو اخوك. اول حاجه بقى المفروض تعملها ايه؟ لماذا فعلت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ يا عم يعني انت بقالك كل ده عشان خاطر تسال السؤال ده؟ يا عم كنت بعت له رساله على الواتساب وخلصنا. وبعدين القائد بقى من كتر ما السؤال غبي وعبثي والله بص له كده وقام ماشي، اللي هو فاهم مش هرد، مش هديك حتى البرستيج ان انا ارد عليك.